إيه الايجيبشن ليج الايجيبشن ليج الدوري المصري الممتاز بعد عودته، بعد كاس الامم الافريقيه ثم بعد كده لما دخلنا في البطوله الافريقيه، سواء كانت كونفدراليه زمالك بعد ما تصدر المجموعه، سواء كان اهلي بعد ما ضمن صعوده. مستنيين بقى ماتش الصداره اللي بينه وبين يانج افريكانز. الاهلي لعب في الدوري طبعا فاز بخماسيه، والزمالك اللي بيرجع النهارده علشان بيقول لجماهيره ويطمن جماهيره وبيبعت رسالة لكل اللي بيتابع الكرة المصرية ان انا السيزون ده هعمل حاجة. ان انا السيزون ده انا مش بس هكسب، انا مش بس هكون متواجد وبشراسة في الدوري، لا ده أنا بلعب بأداء ونتيجة. اللي حصل النهارده في مباراة الزمالك والداخلية كانت مباراة. الزمالك لعب شوية كورة بجد أنا اتمتعت. شفت الجون، شفت الجون يا جدع، شفت دونجا، شفت الاسيست، شفت التحركات، الموضوع. النهارده كان لا جوميز مدرب الزمالك عامل شغل بأمان. الراجل لا أفكاره بدأت إنها تبقى موجودة في الملعب، تنفيذه بصمته في الملعب بانت وظهرت. أي نعم الراجل ما لعبش غير 3 مباريات. ممكن حد يقول لي يا عم أحمد أنت بقى أنت بتحكم على الراجل من أول 3 مباريات؟ يا عم أنت بتحكم على لسه شوية، ما نحكمش عليه دلوقتي. في مدربين بيحطوا بصمتهم من اول مباراة اصلا، من تاني مباراة، من تالت مباراة. المدرب الكواليس اللي بتحصل في التدريب، وانه ينقل مقر التدريب اصلا لمكان تاني، شخصية المدرب اللي في نادي الزمالك. المدرب ده انا من وجهة نظري، وخليكم فاكرين كلمتي، المدرب ده مدرب كويس جدا، هيعمل حاجة مع الزمالك في ظل وجود كوكبة النجوم اللي الزمالك عملها في الصفقات، من عبد الله السعيد، من ناصر ماهر. الصفقات اللي الزمالك دعم بيها مع وجود مدير فني من ثالث مباراة. طبعا هو الراجل لعب 3 مباريات، واحدة في الكونفدرالية كسب أبو سليم وتصدر المجموعة، ولعب مباراتين في الدوري، تعادل مع الإسماعيلي ثم فاز النهاردة على الداخلية علشان يبقى في المركز ال11 ب 15 نقطة، ولعب 10 مباريات. تخيل ان انت بتتكلم في الموسم ال 14، الموسم ال 14 اللي هو اصلا الزمالك لسه ليه مؤجلات 4 مباريات. انت بتتكلم في نادي بيحتل مركز ال 11 وباقي له 4 مباريات مؤجله. فالنهارده المباراه، التشكيله والمباراه وسيستم المباراه وتقسيم المباراه على اوقات وفترات، ده في حد ذاته يخليك ان انت لا انت كنت قاعد عشان تفكر في الملعب، تبص الزمالك بيلعب، لا في كوره وفي فكر. اني دايما عايز اقول حاجه بالنسبه لفريق الداخليه. طبعا فريق الداخليه اللي هو دلوقتي خلاص يعتبر في الثلاث فرق اللي هم في المتزايلين ترتيب الدوري المصري. فدايما اقولها الداخليه واي فرقه، الكوره عمرها مش بتحب اللي يتراجع. يعني انا معاك، تراجع في اوقات، في اوقات بتبقى انت لازم تتراجع فيهم، في اوقات ممكن تبقى انت عايز تهدي رتم اللعب، في اوقات بتبقى انت عايز تضمن الفوز فبالتالي بتدافع، في اوقات بتبقى انت فايز بره ارضك عايز مثلا تأمن، في اوقات بتبقى انت اوقات تبقى ممكن في المباراة ربع ساعة تلت ساعة المباراة رايحة جاية، استقرار في نص الملعب. لكن ان انا انزل المباراة من الدقيقة -0 ان انا ابقى ورا، ده مش كورة. دي مش كورة، هتاكل على وشك، هتتهزم. سواء كانت داخلية او اي فرقة هتنزل اي فرقة هتنزل ان هي تدافع. التدافع ماشي، مش 90 دقيقة. ما تنزلش، ما تبين رسالة للفريق اللي قدامك سواء كان الزمالك او اهلي او برشلونة ان انا نازل بدافع علشان انت تلعب، انا العب على الهجمة المرتدة. ما هو انت بتدافع ليه؟ ما هو انت بتدافع علشان تستغل الهجمة المرتدة. دي نقطة، بتدافع علشان تضمن نقطة من فريق قوي زي نادي الزمالك. ما هو ده سبب مقنع ان هجمة مرتدة، وده سبب مقنع ان انت عايز نقطة. بتدافع، مفيش سبب تالت ما اعتقدش. طيب لو الفريق اللي قدامك زي نادي الزمالك مسكك زنقك في ال 18، كل مرتداتك مقطوعة، ان انت ما انت مش معلش، انت مش هتعرف تفضل تدافع على طول.
اكيد مع الدفاع الكتير ممكن يحصل اخطاء كارثيه، سواء كان ضربات جزاء او اخطاء ممكن تجيب هدف في نفسك وانت ما تضمنش سيستم الدفاع بتاعك. دافع، حط اساليب دفاعيه، حط افكار دفاعيه، خلي دفاعك قوي، ده كله مطلوب في كره القدم. ولكن ما خدش الدفاع اسلوب لعب، ما خدش الدفاع اسلوب لعب، لا ما فيش الكلام ده. وبعدين دايما بقولها قدام الفرق الكبيره، سواء كان اهلي او زمالك او اي فريق قوي في الدوريات، اي دوري في العالم عامه، ما تنزلش تدافع بس، مش اسلوب لعب، هتتهزم. هتتهزم، وما تقنعنيش ان انت هتتعادل، ما تقنعنيش ان انت تلعب على هجمه مرتده وتكسب. انت حتى لو دافعت ولعبت على هجمه مرتده وجبت هدف هتتعادل وممكن تتهزم. فمبدأ الدفاع في ناس بتقول لك ايه، الدفاع خير وسيله للهجوم، مع انها العكس. هي العكس اصلا، الهجوم خير وسيله للدفاع. فالنهارده بامانه كانت مباراه من جنب واحد، ده الراجل كان بيقسم المباراه وتحركات اللعيبه بتاعت الزمالك. انا مش هكبر في لعيبه الزمالك، ومش هكبر في المكسب برضو، علشان ما حدش يقول لي ده 1-0 يعني، ده لولا العرضيه، ده لولا الكوره، ده لولا اللي مش عارف ايه. وبرضو آه، زي ما قلت النادي الاهلي، لا النادي الزمالك كان المفروض يكسب. فرق امكانيات كبيره قوي بين جوده لعيبه، فرق خبرات، نادي ليه تاريخه، نادي كبير نادي الزمالك لابد كان يكسب، عشان حتى بعد الضغوطات اللي كانت عليه بعد تعادله مع الاسماعيلي. ولكن لازم ندي حقه للراجل المدرب، انه النهارده مين اللي جاب الجون؟ مين اللي جاب الجون؟ عمر جابر. ما عمر جابر بيلعب فين اصلا؟ فانت بتتكلم في واحد اصلا تمركزه يا اما باك يمين، بيزيد في نص الملعب، تكتيكات معينه وصل عمر جابر انه يبقى في السكس يارده انه يحط هدف. فدي حاجه تقول ان الزمالك مش بيكسب بس، زي مثلا في مباريات تلاقي الفرقه جابت هدف وكسبت المباراه، مع ان اداء ما تلاقيش، سواء كان اي فريق. لكن النهارده لا، الزمالك لعب كوره محترمه، كسب، اخد 3 نقط، تكتيك في الملعب. شابوه لمباراه نادي الزمالك والداخليه. نقدر نقول لك ان احنا نتنبأ بمباراه قويه جدا جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في في كاس مصر في السعوديه ان شاء الله. الزمالك بيلعب كوره، راجعين من بعد التوقف الافريقي، بنلعب كوره جامده قوي. والاهلي نفس النظام، يعني الاهلي ب5 على بقيه المحله، ونادي الزمالك اللي بيلعب كوره بتكتيك جامد مع جوميز. نتنبأ مباراه قويه. كل التوفيق بقى للكره المصريه بشكل عام، مش هقدر اقول لك كل التوفيق للاهلي او كل التوفيق للزمالك عشان هنلعب بره مصر. كل التوفيق للكره المصريه، ان المباراه تطلع بشكل يليق فعلا بشكل مصر، سيبك من ان هو يليق بشكل الفريقين. في شكل الفريقين احنا عارفين مستواهم. نتمنى ان المباراه تطلع بشكل يليق بالكره المصريه، ونتمنى آه، التطور في الكره المصريه علشان نسهل على حسام حسن انه ممكن يختار جوده لعيبه محترمه. نتمنى الايام اللي جايه نشوف كره مصريه جوه الدوري المصري بقى، سيبك من التعصب والكلام ده، كوره مصريه في شتى انحائها، سواء كان في الدوري المصري او اي درجات في الدوري، سواء كان اي فرقه في الدوري تاخد حقها، مفيش فريق ياخد حقه وفريق تاني لا. نشوف كره نظيفه علشان انا كمشاهد استنى المباراه فيها عشان اشوفها، علشان زميلي الزملكاوي او زميلي الاهلاوي يبقى فعلا بيتفرج على المباراه وكل دماغه فيها كوره بدون تعصب. اتمنى ان ننقل بقى الحته دي، علشان احنا خلاص احنا في 2024. في 2024 انت مدرك، خلاص احنا قدام قوي. حته بقى الاهلي والزمالك والهزيمه انتهينا دلوقتي في كوره، اللي تهزم يتهزم، اللي يكسب يكسب. شكرا. ننقل يعني بقى نتقدم بقى شويه.